عارف ان بيتك اللي انت شاريه بفلوسك ده مش ملكك؟ هتقولي ازاي؟ طب انت عارف ان عربيتك دي مش ملكك؟ هتقولي ازاي؟ دي باسمي وادي الرخصة اهي عشان كمان تتأكدي. هقولك تمام، بس برضو دي مش ملكك. ايه ده، انتي بتقولي الغاز؟ ما بقولش الغاز ولا حاجة، انا بقول حقيقة اللي كتير مننا بيغفلها، الحقيقة اللي كتير مننا ما يعرفهاش، الحقيقة اننا كلنا ضيوف في الدنيا. يعني بيتك اللي انت فاكر ان انت بتمتلكه، فلوسك، ثرواتك، عربياتك، مشاريعك، كل دوت انت واخده حق انتفاع، حق انتفاع طول ما انت عايش، وبعدها الورثة هياخدوه برضه حق انتفاع طول ما هم عايشين. بس احنا من كتر كرم المالك ومن كتر عطفه وحنيته علينا تخيلنا واوهمنا نفسنا ان احنا نمتلكها، بس الحقيقة ان احنا ما نمتلكش. زي بالظبط اللي فتح عينه لقى نفسه في بلد غريب، لا مأكل ولا مأوى ولا ملبس ولا أي حاجة، معدم حرفيا. ويجي له واحد جميل كده يقول له أنا هديك سرير في أوضة تنام فيه بدل ما أنت نايم في الشارع، ويديله سرير ويجيب له أكل وشرب ولبس. وبعد شوية يقول له أنا هوسعها عليك وهديك أوضة. بعد شوية يقول له هوسعها عليك وهديك شقة. مش بس كده، يديله كمان مفتاح عربيته ويقول له اعمل المشاوير اللي انت عايزها. مش بس كده، يديله الفيزا بتاعته ويقول له اسحب الفلوس اللي انت محتاجها. فالراجل من كتر كرم صاحب البيت ومن كتر سخائه تخيل ان هو بيمتلك العربية وبيمتلك الشقة وبيمتلك الفلوس، نسي تماما ان هو مش اكتر من مجرد ضيف. ولله المثل الاعلى. بالظبط ده حالنا. عايزين تعرفوا الحقيقة؟ شوفوا احنا جينا الدنيا ازاي، وزي ما جيت الدنيا زي ما هتخرج منها بالظبط. احنا جينا لو يا سيدي انت كنت جاي الدنيا ومعاك كده مفاتيح ممتلكاتك وثرواتك ومفاتيح عربياتك واموالك، تمام. بس الحقيقة غير كده خالص، ان احنا جينا الدنيا من عدم، جينا الدنيا ما نمتلكش اي حاجة خالص، ما عملناش حاجة فيها غير اننا قلنا وعيطنا، وبنفس الطريقة بنفس الآلية هنخرج من الدنيا. بس هنا هم اللي هيعيطوا على فراقنا واحنا ماشيين. بس مش هناخد منها اي حاجة خالص، مش هناخد لا فلوس ولا هناخد ممتلكات ولا هناخد اموال ولا هناخد مجوهرات ولا هناخد منها اي حاجة خالص. مش هناخد غير حاجة واحدة بس، والحاجة دي هي اللي هتحدد مصيرنا اللي في الحياة الأبدية، والحاجة دي هي كمان اللي هتكون بتصاحبنا وتكون ونيس لينا في الحياة في الفترة الانتقالية في البرزخ. الحاجة اللي هناخدها معانا هي عملنا، هي عملنا الحاجة الوحيدة اللي هناخدها من الدنيا. لو كان عملنا صالح هندخل الجنة والحمد لله، وهيجي لنا ملك شكله جميل هيونسنا طول ما احنا في القبر لحد قيام الساعة. لو كان عملك غير صالح هيبقى النار وبئس القرار والعياذ بالله، وانتوا عارفين الباقي. اعملوا لآخرتكم. زي بالظبط هديكم مثال، زي ما يجيني عميل يقول لي انا عايز شقه كده قانون جديد، يعني مده سنه او سنتين لحد ما استلم فيلتي اللي هستلمها بعد سنتين، تمام. فاقول له تمام، اجيب له اختيارات، اقول له في قدام في شقه مواصفاتها 1 2 3 ودي القيمه الايجاريه بتاعتها قد كده، وفي شقه تانية الفيو بتاعها احلى ومساحتها اوسع والقيمة الإيجارية بتاعتها أغلى. يقول لي لا أنا عايز أقل ميزانية علشان خاطر دي فترة مؤقتة بالنسبة لي، فترة مؤقتة، وعايزة أدخر كل قرش، أدخر كل فلوسي لإيه؟ للفيلا اللي هستقر فيها إن شاء الله لما استلمها. وهو ده عين العقل، إن إحنا نعرف إن إحنا في حياة مؤقتة، إحنا في رحلة مؤقتة في الدنيا، مش أكتر من كده، ضيوف عليها مش أكتر. المفروض العاقل واللي عنده شيء من الحكمة انه يدخر للحياة الأبدية، يدخر للحياة اللي هيعيشها ما لا نهاية، لما لا نهاية إن شاء الله. اللي يعرف كده ويعرف حقيقة الدنيا وإن الدنيا دي كلها احنا سايبينها ويدخر لآخرته، هو ده اللي فاز بالظبط. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انت كده فزت، ألف مبروك. اما بقى اللي الدنيا غرته والدنيا خدعته والشيطان زين له الباطل وكانت الدنيا دي كل همه وعايز يجمع فيها اكبر قدر وعايز ممتلكات واموال وثروات، وهي الدنيا فعلا كل همه، ربنا يقول له خد، عايز ثروات خد، عايز اموال خد، عايز بس دي كلها اختبارات يا مسكين.
دي كلها اختبارات يا غلبان، فوق قبل فوات الأوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فوقوا لنفسكم قبل فوات الأوان، واعملوا لحياتكم الأبدية، وعيشوا ضيوف خفاف. بس كده.